في أيام الملك الراحل الحسن الثاني، كانت قصور المغرب مليئة بالقصص والحكايات التي تدور حول هذا الرجل العظيم. ومن بين أكثر القصص تداولاً بين العاملين في القصر الملكي بالصخيرات، تبرز واحدة مثيرة وفريدة لما تحمله من عبر ودروس في القيادة والحكمة. كان هناك أحد خدام البلاط، والذي بدافع الفضول أو ربما التحدي وجد نفسه يوماً داخل قاعة العرش في غفلة من الجميع، وأمام ذلك المشهد الفخم حيث كرسي الملك الحسن الثاني تجرأ على فعل لم يكن ليتوقعه أحد. تسلل بهدوء وجلس على كرسي الملك، هذا الكرسي الذي يجسد رمز السلطة والهيبة، والذي كان يعرف كل من في البلاط مدى قدسيته وأهمية الجالس عليه. ومع جلوسه على الكرسي شعر الخادم بمزيج من الفخر والخوف، فقد كان يجلس على عرش الرجل الذي كان معروفاً بحكمته ودهائه. لم يدم هذا الشعور طويلاً، إذ فجأة ومن دون سابق إنذار دخل الحسن الثاني إلى القاعة. وجد خادمه جالساً على عرشه، منظر كان من الممكن أن يثير غضب أي ملك. كان الموقف يوحي بأن الخادم قد تجاوز كل حدود الجرأة. في تلك اللحظات كانت الأفكار تتسارع في عقل الخادم. توقع أنه على وشك مواجهة غضب لا يرحم، وأنه سينال عقاباً شديداً لتجاوزه تلك الحدود. قد يتوقع البعض أن الملك سيثور أو على الأقل سيوبخه بشدة، لكن الحسن الثاني بما عرف عنه من حكمة واتزان تعامل مع الموقف بشكل غير متوقع تماماً. بدلاً من الصراخ أو الغضب، نظر الملك إلى خادمه بنظرة مليئة بالتسامح والتفهم، وابتسم بلطف، ثم قال له تلك العبارة التي تقال عادة للملك نفسه: الله يبارك في عمر سيدي. كانت تلك اللحظة حاسمة، حيث أظهر الحسن الثاني سماته القيادية الحقيقية. لم يكن بحاجة إلى فرض هيبته بالعنف أو القسوة. كان يعرف جيداً أن الخادم شعر بالخوف والندم بمجرد أن رآه يدخل القاعة. تلك الابتسامة وتلك العبارة كانت بمثابة درس عميق في التسامح وضبط النفس. في الخارج، خلف باب قاعة العرش، كان العاملون في القصر يترقبون ردة فعل الملك بقلق شديد. كانوا يتوقعون سماع صيحات الغضب أو مشاهدة عقاب صارم، ولكن عندما خرج الحسن الثاني من القاعة كان ضاحكاً. وفي تلك اللحظة أظهر مرة أخرى عمق حكمته. قال لهم ببساطة مشيراً إلى الخادم: ادخلوا شاهدوا صاحبكم. بهذه الكلمات أضاف الملك درساً آخر في القيادة. أظهر أن الهيبة لا تفرض بالقوة، بل بالتسامح والتفهم. هذه الحادثة تبقى رمزاً لشخصية الحسن الثاني الفريدة، فقد جمع بين الحكمة والقدرة على احتواء المواقف الصعبة برحابة صدر وابتسامة. هذه الحكاية تعكس عمق فهمه للحياة وللأشخاص من حوله، وكيف كان قادراً على تحويل حتى أكثر المواقف حرجاً إلى دروس في التسامح والإنسانية. كانت قيادته تتجاوز المفهوم التقليدي للسلطة لتصل إلى مستوى أعمق من الفهم الإنساني والتعامل الراقي مع المواقف التي قد تتطلب ردود فعل قاسية من غيره.